الموبايل بيدفى فعلا، يعني لا بتحس بالدفى فعلا. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عبد الرب. والنهارده بقى فيديو مميز جدا، هنتكلم عن موبايل الشاومي 11 تي برو الجديد. الموبايل ده يا جدعان غني عن التعريف، طبعا مش عايزين نتكلم اصلا عليه في حاجات كتير، ولكن المره دي فعلا اتطلب مني كتير قوي ان انا اجرب بابجي على الموبايل ده. وان شاء الله بعد الفيديو ده هيبقى فيه فيديو جيمنج كامل لكل الالعاب. اكتب لي تحت في الكومنتات اي لعبه، لان المره دي ممكن يعني من الكومنتات تحت اختار حوالي يجي 12 لعبه واجربهم على الموبايل ده فعلا واشوف ادائهم عامل ازاي. ولكن سريعا كده هنجرب بابجي على الموبايل ده ونختبرها لوقت طويل جدا ونشوف فعلا الموبايل سخن ولا لا، لان الموبايل ده بيجي بمعالج السناب دراجون 3 8 اقوى معالج في هواتف الاندرويد دلوقتي بشكل عام. ولكن اداؤه على الموبايل ده على انتوتو ما كانش احسن اداء موجود، والناس قالت ان هو بيسخن وما بيسخنش. طب هل ده صح هل ده غلط؟ فهنجرب كل ده مع بعض وهنشوف وهنختبر الموبايل على اعلى فريمات وعلى اعلى كل حاجه ونقرر باذن الله. فنبدا الفيديو الجامد ده، وعشان نستمر في الفيديوهات الحصريه دي ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس. ولو انت لسه مش مشترك في القناه يبقى ادخل اشترك حالا، عشان باذن الله تعالى في طريقنا ل 100,000 مشترك. وصلنا 82,000 اهو، بقى 18,000 خلاص ونوصل ل 100,000 والدرع ان شاء الله. بس كده يلا بينا على الفيديو الرايق ده. طيب سريعا كده، لو بتشتري اي حاجه من موقع نون فدلوقتي وقت الخصومات، والاكواد بتاعتي مكتوبه هنا دلوقتي اللي هم ان 81 وان 82 بيدوا لك خصم 10% على المنتج، وده فعلا هيخليك توفر كتير سواء لو بتشتري من على الموبايل من على الابلكيشن بتاع نون، او حتى لو بتشتري من على الويب سايت على الكمبيوتر او البي سي بتاعك. بس كده فاستخدم الاكواد دي، لان فعلا في عروض جامده جدا على نون خلال شهر 11 كله، فالحق استفاد بيها في فكره بقى البلاك فرايداي والكلام اللي احنا ماشيين فيه ده. بس كده يلا بينا نرجع الفيديو الرايق بتاعنا. نبدا بقى بتجربه بابجي على الموبايل الرايق ده، تمام. وطبعا عشان نزود الحراره بتاعت الموبايل هنحط الجراب السيليكون اللي بيجي معاه، بحيث ان اداء الموبايل فعلا يعني ناخد بالنا الدنيا عامله ازاي. ودخلنا كده على الريفريش ريت، هتلاقينا كل ده كنا عاملينها 60 هرتز، فندوس عاملين نعملها 90 هرتز، تمام. ونقفل اللعبه ونفتحها تاني بقى بالمره عشان ناخد اقصى اداء للموبايل ونشوف التجربه فعلا عامله ازاي. بص الحته دي بتحمل بسرعه جدا، تمام اهو. طبعا بقى حاجات بابجي دي مش عاوزينها، خلاص شكرا، تمام. ندخل بقى على ايه، على يكن مثلا اهو تيم ديس ماتش ونروح ديسين اوكي، تمام. وندخل كمان بالمره على ثانيه بس على السيتنج كده، تشوف الجرافيكس. تلاقي الموبايل بقى بص اهو ينفع تشغله لغايه اكستريم، تمام، واتش دي ار والالترا اتش دي اهو. بص ممكن تنزل الباكج بتاعتها. طب اخر واحده دي لسه بيقول لك كامينج سون، ولكن عامه الالترا اتش دي تمام اهي بتنزل، فهسيبها تنزل ونلعب جيم على اتش دي ار واكستريم. ونبدا بقى نعلم الجيم. الموبايل كان على 62%، دلوقتي احنا قعدنا نلعب شويه لكن خسرنا الصراحه، فيعني حاولت اشيل حاجات من الاجزاء اللي فاتت دي. بس ايا كان لغايه دلوقتي الموبايل ما سخنش، بقى لي حوالي 10 دقائق بلعب عادي، الموبايل زي الفل ومفيش اي مشكله، تمام. انا دخلت جوه جيم اصلا مع ناس بتخسر ولا ايه؟ ماشي انت مكمبر هنا، طب تعالى لي، بحب انا الكنابير دول، تعالى. يا عم صباح الفل بقى، ايوه انت هتفضل تلعب سنتين، جبتك الحمد لله، تمام. ده انت مستقصدنا بقى، طب تعالى يا عم يا ابن اللذينه. الصراحه يعني انا مش مستني كده اقول اداء الموبايل سلس، لان هو سلس فعلا جدا. يا ولاد اللذينه، سجلت واحد فيهم الحمد لله. ايه يا عم، ايه يا عم، في ايه؟ هي العيال دي جامده بس مش كده، في ايه؟
يا عم خضتني يا عم والله. يا ولاد اللذينه. كويس عملت عليكم لقطه يعني. المهم يا جماعه والله الموبايل لا الاداء حلو الصراحه. انا اندمجت بس ونسيت اشرح لكم من كتر ما انا ايه اندمجت في اداء الموبايل. يا ابن الذين الواد ده كل مره يجي يجيبني. ما علينا. بس ادينا ده حلو. المهم يا جماعه لا الاداء الصراحه حلو، بس ايه الموبايل حسيته دافي شويه. نشيل الجراب طيب عشان نشوف السخونيه. يعني ولا الموبايل الصراحه دافي شويه. انا بقالي بالظبط حوالي نص ساعه ل 5 بلعب. اللي انت شايفه في التصوير شفت جيم او جيم ونص ايا كان في المونتاج هيبقوا ايه، عشان دخلت بس مع كذا تيم كده كانوا خسرانين اصلا، فالاداء ما كانش حلو يعني، فمش حاجه كويسه ان انا انقلها لكم. ولكن بشكل عام لا انا معجب بالاداء الصراحه جدا. بس موضوع السخونيه ده غريب شويه بسيطه يعني الصراحه، ان احنا مثلا كده ما قعدناش نلعب اكتر من ساعتين مثلا. ده احنا بنتكلم في نص ساعه ل5. ممكن نلعب جيم تاني عامه، نشغل بقى سموث واكستريم مثلا او كده، نشوف الاعدادات هنعملها ايه. تمام تعالى كده ثانيه نخليها مثلا اكستريم وسموث. تمام زي الفل. تعالى بقى نشوف كده الدنيا برضو ايه، ونحط الجراب تاني برضو عشان يسخن. هو الموبايل على فكره بارد في ثانيه دلوقتي لما شلت الجراب، بس يعني هو مش مطلوب ان الموبايل بالسعر ده وبمعالج زي ده يسخن اصلا يعني، فاهمني؟ مع ان المفروض شاومي حاطه تقنيه تبريد، وحتى هسيب لك فيديو في اللايف اللي فوق يحيى عشري كان يعني ورى غرفه التبريد والسائل التبريد بتاعها وكل حاجه، بس مش عارف صراحه. فتعالى نجرب كده جيم تاني تيم ديس ماتش. تمام ونشوف الدنيا والوضع هيبقى ايه الصراحه يعني. تمام وتمام زي ما انت شايف في الجيم تيربو اهو. عشان الناس اللي بتتكلم على 90 فريم بص ركز بس كده ثانيه. ده كده لسه ما بدأناش لعب. اول لما نلعب انا مزوم لك بس وقربت لك كده عشان تاخد بالك بالظبط، لان الناس اللي عاوزه تشغل 90 فريم طبعا تشغل الموبايل على سموث. تمام واي حاجه ثانيه. فبص كده الجيم تيربو هيبقى ايه، هيطلع في الفريمات دلوقتي لغايه لما نوصل ل 90. هل بيثبت على 90 ولا لا بقى دي نقطه هنشوفها دلوقتي. بس ايا كان يعني المفروض بص كده كان وصل 90 من شويه، دلوقتي حاجه و60 62 و64. هنشوف برده لما يوصل ل 90 هقول لك يعني. ندخل بقى نلعب ونكمل بعد كده ايه. انا اسف يا عم، احنا عايزين نحترف على حد بقى شويه عشان ايه منظري في الجيمين اللي فات. ايه ده انتوا قاعدين هنا؟ شكرا ولا كاني جيت يا جدعان. تمام ايه الاحراج اللي انا فيه ده؟ ايه ده هو موبايل مهنج ولا ايه؟ استنى بس كده عشان انت ايه عسل ودمك خفيف. تعالى يا قمر، انت عاوز تروح تقتلنا تاني؟ ده انت عسل بقى. تعالى يا عم. هي العيال دي بتعمل ايه؟ ايه الحماس اللي انتوا فيه ده؟ يا عم بتعمل ايه؟ تعالى بس الله يهديك. هي العيال دي بتلف كتير صح؟ انا حاسس كده. يا عم شكرا. شكرا. لا بس الاداء عظيم يا جدعان والله، الاداء عظيم طبعا ومفيش اي مشاكل. تمام ولا اي حاجه عدم استقرار ولا حاجه، لا الدنيا زي الفل. تمام وانا برضو هحدث الجيم تيربو ده. ممكن نعمل في تجربه الالعاب ايه يا عم خضتني في ايه؟ ممكن في تجربه الالعاب تاني ساعتها احدث الجيم تيربو ده بحيث يجيب لنا كام فريمات بالظبط. تمام طب انا مش بشرح للناس يعني، عيب يا ابني عيب. تمام بس الصراحه تجربه الموبايل ده الشاشه مع الصوت مع كده لا تجربه محترمه.
يا عم تعالى، بتعمل ايه عندك؟ هو انتوا هبل ولا انا ايه يا جدعان مالكم؟ التيم ده مسخره على فكره والله. تعملوا ايه؟ تعالى تعالى، انت طالع بحماسك كده يا عم، تعالى بس. قفشتك، تعالى يا بابا تعالى. ما قفشتكش قوي يعني، اسمع لي. بس يعني الاداء لطيف. هو انا اللي مش جيمر عامه يعني بشكل عام، بس اللي هو ايه، لا الاداء عادي، التجربه عجباني يعني. Killing spree for the blue team. Great. You're about to win. The blue team is about to win. انا بس مش عارف ليه الجيم تيربو جايب 61 فريم، واللعبه وهي بتفتح كان جايب لا كان جايب 90 فريم. فهنشوف الحوار ده برضه. بس يعني عامه الموبايل بيجيب 90 فريم عادي، وده الطبيعي اصلا يعني. اذا لو مش ده اللي هيجيب 90 فريم، مين اللي هيجيب 90 فريم؟ يا ابني لسه قدرك في الخوذ، اهدى. انا عايز اقول لكم ان انا عملت فيديوهات جيمنج كتير احلى من ده، بس هي اللقطه المره دي فعلا انا ايه، ماشي. كنت عايز اجيب اخر كلايه. شوف برضو الموبايل كده ايه نظامه. بص، هو الملحوظه العامه الموبايل بيدفى بشكل كبير، لا بيدفى فعلا، مش وحش، ده مش حاجه يعني اللي هي تضايقك، بس هو بيدفى. دي معلومه ليك بس عشان تبقى عارفها، وتاكدنا منها. الناس كانت شاكه فيها، لا اتاكدت منها دلوقتي. الموبايل بيدفى فعلا يعني، لا بتحس بالدفى، بتحس بالدفى فعلا عادي. هو مش حاجه، مش اللي هو مش يعني انا ماسكه الموبايل اهو، بص انا ماسكه اهو، مش اللي هو مش قادر امسك الموبايل من سخونيته، بس قصدي يعني هو اوريدي بيدفى، بس بيوصل لليميت معين من الدفيان كده، وما ما بيعلاش عن ده. يعني انا دلوقتي اهو لعبت جيم تاني وبتاع، دخليني اهو في حوالي نص ساعه و5 ولا حاجه زي كده، تمام. لا مفيش اي حاجه يعني عادي. السخونيه بتروح في ثانيه اصلا لما بشيل الجراب، يعني هو الجراب ده برضو اللي بيخلي السخونيه تزيد شويه. فيعني مش عارف بقى الصراحه، بس هو المفروض الموبايل ما بيسخنش قوي، فانا شايف ان السخونيه دي مقبوله. بس انا بتكلم كده ليه؟ عشان في بعض الناس مش تبقى قابله ان الموبايل يسخن بالشكل ده، عشان كده بقول لكم. بس كده، دي كانت تجربه البابجي يعني على الموبايل ده، وان شاء الله استنى تجربه الالعاب المفصله بقى، مع نحط اخر تحديث للجيم تيربو على الموبايل، بحيث ناخد تجربه سلسه ونشوف كام فريم بالملي بقى، والسي بي يو مستخدم قد ايه بالظبط وكل حاجه. لان القياس بتاع الجيم تيربو اللي موجود دلوقتي مش عاجبني الصراحه، مش حاسه خالص، مش مظبوط، فاهمني؟ فان شاء الله نحدث الجيم تيربو ونحدث كل حاجه. قول لي تحت في الكومنتات ايه الالعاب اللي انت محتاج اجربها. وعلى فكره الموبايل شغال على 90 فريم عادي جدا، وطلع لها ووصل لها، بس هو في حاجه في الجيم تيربو ده مش ضابطه الدنيا كويس. فهنشوف ان شاء الله في الفيديو الجاي بتاع التجربه الكامله للالعاب. بس كده، يلا بينا نرجع عشان نقفل الفيديو الجامد ده. وبس كده يا معلم، ده كان اداء موبايل الشاومي 11 تي برو. وركز ان هو الشاومي مش المي، لان شاومي لغت براند المي ده، يعتبر في الموبايلات الجديده مش هنشوفه تاني، هيبقى اسمها شاومي بس، شاومي 11 تي برو. فعامه ده كان اداء الشاومي 11 تي برو يا معلم، ويا رب يكون عجبك. وان شاء الله زي ما قلت لك، اكتب لي تحت في الكومنتات اسم اللعبه اللي نفسك اجربها، حتى انا لو ما بعرفش العبها هجربها لك برضه، واوريك بتشتغل على كام اعداد يعني، بس عشان اقول لك ان انا مش جيمر. فحتى لو ما بعرفش العب اللعبه، على الاقل حتى هنزلها كده وافتحها ونشوف اعداداتها عامله ازاي. واي لعبه تكتبوها تحت في الكومنتات باذن الله هنزلها ان شاء الله. لو وصلنا ل 30 لعبه نجربها على الموبايل ده. فاكتب اللي نفسك فيه، والالعاب اللي انت شايفها تقيله فعلا ومحتاجين نجربها على موبايل بالقوه دي. بس كده كل حاجه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو بقى عشان يوصل اكبر عدد من الناس. ولو انت لسه مش مشترك في القناه ادخل اشترك حالا، عشان باذن الله تعالى في طريقنا ل 100,000 مشترك. واكونت الانستجرام وجروبات التليجرام وصفحه الفيسبوك بقوا موجودين تحت بشكل الطف جدا، تقدر تدخل عليهم وتشترك فيهم او تتابعني فيهم يعني، بحيث لو انت محتاج اي معلومه مني ممكن اكون بقدمها على المنصات التانيه. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله قريب. سلام.